جمهوري العزيز، انا عارف اني بقالي كتير ما عملتش فيديوهات، وكنت قلت لكم اني هاخد بريك صغير فعلا، يعني النفسية كانت يا دوبك. بس دلوقتي احب اعلن عودتي مرة تانية، وده تقديرا لدعمكم وحبكم ليا اللي فرحني جدا جدا. كل الشكر، كل الشكر، كل الشكر. وانت اللي بتعايرني بتقولي ما عندكش شغف، انا عارفك وهجيبك. انا عارفك وقابلتك في الحجز. صحيح انا ما عملتش كده عشان الريتش والله، يعني اكيد جه في دماغ اي حد اني قلت هاخد بريك وهعتزل اليوتيوب ومش هقدر اكمل وهبعد، وده عشان الم تفاعل واعلي الريتش عندي، واجي بعد يومين اقول لكم اصل الناس ضغطت عليا فقلت ارجع. لا، الحوارات دي بتاعت واحد بس احنا عارفينه كويس. اما انا فعلا كان عندي شويه ضغوطات، والحمد لله الامور دلوقتي بقت احسن، ولذلك انا جاي النهارده وبقدم لكم الفيديو ده. لو حد فيكم بيحب يلعب فيفا اكيد جرب الكارير مود، واللي فيكم زي حالاتي بيفضل بيس اكيد برضه جرب الماستر ليج. عارف بقى انت احساس لما تختار فرقتك المفضله وتدربها وتزود الميزانيه كده تخليها في السما، وتدخل تشتري اي لعيب نفسك فيه، وتجيب بقى في كل مركز لاعبين 3 سوبر وتخرب الدنيا على الاخر، بس تيجي تلعب تخسر الدوري والكاس والشامبيونز، فتكتشف في الاخر انك عامل مستوى اللعب على اسطوره وانت اصلا ما بتعرفش تلعب، فتقتنع وتفهم انت ليه فشلت. اهو ده بالظبط اللي عمله كابتن بيبو. الاهلي في اخر سنتين او اخر 3 سنين قدر يجمع احسن نجوم في الكره المصريه، ويمكن احسن نجوم على مستوى القاره كلها. تجميعه كده كانت شبه الجلاكتيكوس بتاع ريال مدريد في 2003، لكن احنا عارفين ان ريال مدريد فشل باللعيبه دي كلها يحقق اي القاب دوليه، وطلع بس ب3 القاب محليه مفيش غيرهم. فكان من المنطقي برضو ان الاهلي ما يحققش النتيجه المتوقعه، رغم ان على الورق السكواد ده يكسب اي حد ويكسب اي حاجه، لكن النظري مختلف عن العملي، وارض الواقع بتقول حاجات تانية. فأي فريق ممكن نجم واحد أو 2 بالكتير يقدروا يشيلوا الفريق ويكسبوا كل حاجة، وده أوقات كتير بيكون أفضل وأحسن من زحمة نجوم بتبوظ جماعية الفرقة. احنا دلوقتي عارفين ان الاهلي ما بقاش الاهلي بتاع زمان، ورغم السكواد المرعب اللي عنده ده فشل في تحقيق اي طموح كان موجود قبل ما الموسم يبدا. طب تفتكروا ايه الاسباب اللي خلت الاهلي يوصل لكده؟ الاسباب ما بداتش من السنه دي، لا الحكايه بقالها شويه. ممكن نعتبرها من صيف 24. الأهلي ساعتها كان بيجهز عشان يدخل أهم موسم في التاريخ، موسم مليان بطولات وإنجازات، ودي فرصة مش هتتكرر تاني. الأهلي هينافس على دوري وكاس وسوبر أفريقي وسوبر مصري و3 بطولات في الانتر كونتيننتال ودوري أبطال أفريقيا وكاس العالم للأندية في ثوبه الجديد. يعني من بديهيات الكورة لابد من تدعيم الفريق بصفقات تقيلة، والإدارة تقعد بقى مع اللعيبة الموجودة والمدرب ويتفقوا على تقديم موسم عظيم، ويرفعوا سقف الطموحات عندهم، ويهيئوا أجواء مناسبة عشان يعرفوا ينجحوا. لكن كل ده ما حصلش. أولها مثلا الصفقات اللي جت كانت عليها علامات استفهام كتير، وقالوا الكولر مشي نفسك بالصفقات دي يلا، لكن الراجل كان لسه محتاج مهاجم ومحتاج جناح ومحتاج صفقة نص ملعب سوبر، لكن المطالب دي ما اتنفذتش، ودي أول الحاجات اللي بوظت العلاقة بين الإدارة وبين المدرب. اللي زاد على كده اللعيبة نفسهم ما كانش عندهم أي إحساس بالمسؤولية، ولا كانوا حاسين بأهمية الموسم اللي داخلين عليه، وجالهم كده زي حالة تشبع، وهم بقى لهم سنتين بياخدوا أفريقيا وبياخدوا الدوري بياخدوا كل حاجة، فكانت النتيجة مبكرة شوية، خسارة السوبر الأفريقي قدام الزمالك، وده كان إنذار ومؤشر قوي للناس كلها إن اللعيبة دي عندها مشكلة، وكولر للأسف فقد جزء من سيطرته عليهم. وهنا لازم يبقى فيه تعليمات من الإدارة ويتدخلوا عشان ينقذوا الموسم اللي ممكن جدا يضيع. بس للأسف هم اتعاملوا مع الموضوع إنه مجرد ماتش، ولما الفريق عوض في السوبر المصري وكسب الزمالك ده كان مسكن للجمهور ودار على مشاكل كتير موجوده. بعديها الاهلي بيكسب كاس ال3 قارات، وده بيعمل تخدير كامل للجمهور ويحسسنا ان مفيش اي مشكله والدنيا زبادي خلاط. مشاكل في الجهاز الفني زي تغيير المترجم ومدير الكوره، ومشاكل كهربا، ومشاكل امام عاشور، ومشاكل كولر مع اللي حواليه، ومشاكل داخليه تانية غير الفنيات اللي احنا مش لاقيينها. فكل الحاجات دي محدش يتكلم عنها عشان بس الاهلي كسب الكاس، ويمكن ماتش العين ده كان اخر ماتش الاهلي يلعب فيه بشكل كويس. الفريق لما بيدخل الدوري بيدخل في دوامة إجهاد بدني وعدم استقرار في المستوى الفني، ده غير إن حصل إصابات في الفريق مع مشاكل داخلية تانية، وللأسف الفجوة اللي بين كولر واللعيبة والإدارة بتكبر واحدة واحدة لحد ما بنوصل لماتش باتشوكا اللي بيكون نهاية القصة كلها. لما خسرنا بسيناريو غريب زي ده الجمهور فقد الثقة تماما في الفريق والمدرب واللعيبة والإدارة كمان، وهنا كلنا بصمنا بالعشرة ان الاهلي فعلا محتاج لعيبه جديده. ورغم ان هم جابوا صفقات لكن محدش عرف يحل مشكله المدرب ولا ينفذ طلباته ولا يحل وضع الفريق. يعتبر مجلس الاداره لعبها صح، عرف يمتص غضب الجمهور من غير ما يصلح الفريق. عمل صفقه جماهيريه للاعب كان في الزمالك قبل كده عشان السوشيال ميديا تتقلب والجمهور يمشي في سكه البوم طخ. بعديها عشان يفرحوا الجمهور اكتر بيتعاقدوا مع لاعب من ابناء النادي زمان عشان ما يتقالش ان بيبو بخيل ومش عارف يجيب صفقات.
كل ده كان بيداري على فشل كبير جاي في السكة وقرارات مش مدروسة نهائيا. الأهلي كان بيخسر كل حاجة بالتدريج، مفيش أداء، مفيش خطة، مفيش تكتيك، دور المدرب تقريبا ما بقاش موجود. كل ده خلى اللعيبة اتكترت عليه، ما بقتش عارفة تسمع منه كلام وتنفذه. هو نفسه ما بقاش عارف يتواصل معاهم ويلمهم زي الأول. بالإضافة طبعا إنه كان بيعند جامد مع الإدارة، والإدارة برضه عاندت معاه وسحبت الثقة منه بس بشكل غير رسمي، والسوشيال ميديا اتقلبت عليه وشيلته الليلة لوحده، والخروج من أفريقيا والجمهور حدف كولر بالأزايز. هنا الإدارة قررت تمشي في اتجاه الجمهور تاني وتمشي كولر ويجيبوا مدرب بشكل مؤقت. وبالصدفة الدنيا خدمتنا وخدنا الدوري، وده يمكن صلح الصورة الكاملة بتاعت الموسم، لكن لسه في حاجات كتير لازم تتصلح، وهنا فرصة كويسة عشان ندعم الفريق. محتاجين صفقات على أعلى مستوى عشان ندخل كأس العالم نكسر الدنيا. وقد كان. كل الطرق تؤدي للجزيرة. زيزو في أرض التاريخ، زيزو أهلاوي. لكن للأسف كالعادة بيبوظوا الطبخة على رشة ملح. تم التعاقد مع مدرب مغمور عشان يروح يتفسح هناك في أمريكا، وده من ضمن الحاجات اللي تقولك إن الناس دي ما بتفكرش صح. حتى في عقد الصفقات هم ما كانوش بيجيبوا اللعيبة الجامدة عشان كأس العالم، لا هم كانوا بيترسوا في نجوم وخلاص. يعني من اعتقادهم إن فرقة فيها النجوم دي كلها هتكسب أي حد، مش محتاجة مدرب أصلا. بس ما يعرفوش إن الزحمة دي أكيد هتعمل مشكلة في أوضة اللبس. هو اصلا ده مش هيجي في دماغهم. هي اهم حاجه كانت عندهم الشو والنجاح الجماهيري للصفقات، لان طبيعي لو الناس دي بتفكر في مدى الفاعليه للعيبه اللي بيجيبوهم ما كانوش عوضوا وسام ابو علي بمحمد شريف. ده هم اصلا راحوا لمصطفى محمد قبل وسام ما يمشي، لكن مصطفى طلب منهم مبلغ رهيب وبسببه الصفقه وقفت. فتقدر تقول لي اداره الاهلي ليه بتفاوض بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد في نفس الوقت تقريبا؟ ما سميش دول صفقات كيديه؟ مصطفى محمد أبلغ وكيله أحمد يحيى أن كابتن محمد يوسف تواصل معه مباشرة قبل كأس العالم. قال له يا كابتن يوسف أنا مش عاوز أرجع. قال له يا أحمد بلغهم الآتي: عاوزيني يتفاوضوا مع النادي بخصوصي خلال تواجدي في كأس الأمم مع المنتخب. شرطي هينفذوا العقد بتاعي المعنانت الفرنسي، $1,800,000 أو $2 مليون زي ما هم عاوزين. لما المدرب المغمور فشل قاموا جايبين المدرب الوطني تاني، وبعديها بيجيبوا مدرب مغمور تاني، ونوصل لنفس نقطة الصفر اللي كنا واقفين عندها. يعني معقول شوية قرارات من سنتين نتيجتها تظهر دلوقتي؟ الفشل ده طبيعي لكل القرارات الغير مدروسة اللي اتخذت في الفترة اللي فاتت. يعني أبسط حاجة اللي الناس كلها بتتكلم عليها الصفقات. الإدارة ما كانتش بتبص على اللي ناقص في الفريق عشان يصلحوه أو يعوضوه، ولا حتى بيسمعوا كلام المدرب أو ياخدوا رأيه، وده بيوصلنا لحالة الفريق حاليا. طيب تعال نشوف من أول صفقة خالص في 23. الأهلي بيتعاقد مع إمام عاشور، أحسن موهبة في آخر 5 سنين. يعني فرصة لو عرفت تشتريه أكنك جبت لاعبين 3 في لاعب واحد. بصراحة حملة عيل مجرم. لكن الأكيد إن الإدارة بتاعتنا ما كانتش هتدفع 2.5 مليون يورو في لاعب مصري إلا لو الصفقة دي وراها حاجة تانية. يعني لو سبب التعاقد مع إمام عاشور كان 50% بسبب مستواه الفني، فال50% التانيين عشان هو صفقة حراقة للزمالك. ومع ذلك الراجل جه لعب وعمل موسم كويس وبقى نجم الفريق. نشوف الصفقة اللي بعد كده. أشرف بن شرقي كان احسن لاعب اجنبي في مصر تقريبا من 4 سنين، وعارف الاجواء كويس واخد على لعب افريقيا وفنياته عاليه وهيفيد الفريق جدا. لكن سنه كبير 30 سنه ومستواه قل برضه عن الاول. ده حتى لما راح الخليج قلنا خلاص ده رايح عشان يشطب. والفكره ان الاهلي كان بيحاول يجيبه وهو اصغر شويه في 2023، بس كولر رفضه وفضل عليه رضا سليم عشان اصغر. كان في ايد الاداره تجيب جناح اجنبي اصغر يكون لسه في البرايم بتاعه ويقدر يدينا سنين اطول، لكن برضه صفقه بن شرقي في الوقت ده هتبقى حراقه اكتر للزمالك. طب نروح بقى لصفقه القرن. زيزو احسن لاعب في مصر في اخر كام سنه ومحدش ينكر كده، واكيد لما يبقى فري صعب اي نادي يفوته، بس كان لازم تتحسب كويس قبل ما يجي. عرض مغري طبعا انك تجيب زيزو من غير ما تدفع فيه ولا جنيه، بس برضه لابد من التفكير. هل الاهلي محتاج له فعلا؟ هل الاستفاده منه هتبقى كبيره؟ هل الضغط هيأثر عليه وعلى الفريق؟ هل كميه النجوم دول في مكان واحد ممكن يعمل مشكله؟ طب بالعقل كده الاهلي اصلا كان محتاج جناح اشول، وطريقه لعبه دايما للاجنحه ان هم بيلعبوا بالرجل العكسيه. لا يوجد اي عقل في الدنيا من الناحيه الفنيه ان يبقى في فرقه بتنافس في بطولات كتير يبقى الجناح الاشول الوحيد اللي عندك مش موجود. لا يجوز ان كل اجنحتك كاهلي يبقوا يمين. هل كل ده الاداره فكرت فيه، ولا شافوا ان الصفقه هتكون حراقه جدا 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 فكان لازم تيجي؟ الصفقه اللي معانا بعد كده حلوه وغريبه في نفس الوقت. طول عمري بشوف اي لاعب بيسيب ناديه الاصلي وبيلف لفته وبيرجع بيته تاني ببلاش.
الا هنا في مصر. عندك دروجبا ساب تشيلسي ورجع لهم في الاخر فري. فرناندو توريس لعب في اتلتيكو مدريد زمان ورجع لهم في الاخر فري برضه. واين روني رجع لايفرتون فري. هنري رجع يلعب مع ارسنال فري. ريكاردو كاكا رجع للاي سي ميلان فري. عندنا هنا في الاهلي بنرجع ولاد النادي بفلوس. ده اللي حصل مع رمضان صبحي وبيتعمل تاني مع تريزيجيه. زينة والله زينة. ده انتوا نقطة. الاهلي بقى دافع 1,600,000 يورو عشان يشتري تريزيجيه مره تانية وماضي معاه 5 سنين. يمكن هيبقى احسن من اي جناح موجود تقريبا، وهو دلوقتي فعلا هداف الفريق والمنقذ، بس هو للاسف مستواه قليل جدا وما يدكش اكتر من سنتين قدام. والاصعب انه لما جه لقاهم بيلبسوه شرط القياده ويقولوا له انت الكابتن، ودي حاجه كبيره عليه هو لسه مش مدركها. ده بالنسبه لصفقات اللعيبه. لو اتكلمنا على المدربين بقى هنلاقي كوارث. كان قدامك مارك روزا وكان طالب 4 مليون يورو بس. تقريبا الاداره دفعت اكتر من كده بسبب خسائر ريبيرو وتروب، لكن هو واضح ان هم مش عارفين المشكله فين اساسا. طيب ده بالنسبه للقرارات اللي هم خدوها كاداره. ايه بقى المشاكل الداخليه جوه الفريق؟ يعني مثلا سمعنا ان في مشكله بسبب الفلوس، او ان في واحد بياخد اكتر من التاني، فاللعيبه لازم تبص لبعض. هتقولي زمان ابو تريكه وبركات ومتعب والناس دي محدش كان بيبص للتاني. هقولك ان كلهم تقريبا كانوا قريبين من بعض في المبالغ. غير كده ان المبالغ زمان مختلفه تماما عن دلوقتي، احنا بنتكلم في مبالغ خياليه. طب خلينا نشوف المرتبات عامله ازاي جوه الاهلي، وهي فعلا تستاهل تعمل المشاكل دي كلها. مبدئيا عندنا 2 اجانب تقال بياخدوا مبالغ كبيره بالدولار. عندنا تريزيجيه، طبعا هو القديم وهو الكابتن فاكيد هياخد المبلغ اللي هو عايزه. وطبعا كان في كلام كتير على مرتب تريزيجيه، يعني في اللي قال مثلا 130 مليون وفي اللي قال بياخد نص الفلوس بالمصري والنص التاني بالدولار. بس كل ده انا مش مقتنع بيه، ووفقا لمصادر كتير بحثت عنها وصلت ان تريزيجيه مرتبه 55 مليون جنيه مصري، ويمكن ده العقد يعني من غير اعلانات والحاجات الاضافيه. نروح للي بعده، صفقه زيزو مثلا. برضه اتقال كلام كتير صح وغلط. ما هو طبيعي يرفض 80 مليون في الزمالك فاكيد هياخد 100 مليون في الاهلي، لكن في النهايه اتضح ان مرتبه 50 مليون برضه من غير اعلانات واللازم منه. لو مش مصدقني روح ابحث انت بطريقتك. اللعيبه اللي لسه جايه ودخلت في الفئه العليا دي بتعمل مشكله عند حد معين واللي سابقهم بسنه ولا سنتين. ايوه امام عاشور. يا ترى بقى بياخد كام الغلبان ده؟ طلع بياخد حوالي 25 مليون بس، والاهلي حاول يلحقه وقال له هعدل لك عقدك عشان احافظ عليك سنين كمان وهخليك انت كمان فئه عاليه زيهم، وهيوصلوا ل 50 مليون. لكن هنا اشتعلت الغيره جوه امام. قال لهم لا انا النجم، انا عايز اكتر. قالوا له ما ينفعش، في سقف رواتب ما ينفعش نعديه. قال لهم خلاص اتكلموا مع وكيلي اللي مش بتحبوه. قالوا له لا اغير وكيلك عشان نعرف نتكلم معاك. قال لهم ده اللي عندي. قالوا له خلاص مفيش تعديل. راح قال لصالح جمعه دول ضاحكين عليا ومش مقدريني، وصالح راح مجرسه على الفضائيات وبين نيته الحقيقيه. يعني مشاكل الفلوس دي ما بين زيزو وامام وتريزيجيه. امام اصلا بقاله فتره ما كانش بيلعب والاهلي كان بيقدم اداء وحش وبيخسر، فازاي برضو ان الماديات دي هي السبب في المشاكل بتاعت اوضه اللبس؟ وارد جدا ان المبالغ اللي بتدفع للفئه العليا عامله غيره مع لعيبه تانية. انت كاهلي عندك سيستم في الرواتب، ليه تخترقه دلوقتي وتيجي فجأة في ميركاتو 2026 بين يوم وليلة تقول أنا هقلل الرواتب وهجيب صفقات قليلة في الفلوس؟ فطبيعي تلاقي إن في خلل في الفريق. الفكرة برضو مش فكرة فلوس بس، النجومية يا صديقي صعبة. يعني عدلي كام واحد كده في الفريق ينفع يبقى نجم ويشيل فريق بنفسه؟ ده بيقولك المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، ما بالك بقى ب3 ولا 4؟ مهما المهارات الفردية اتطورت وعدت السنين الكرة هتفضل لعبة جماعية. يعني لابد من كل اللعيبة يبقوا حاسين بكده، يلعبوا من أجل الفريق، يلعبوا للمصلحة العامة. أي قرار فردي أناني يتاخد في النص ممكن يبوظ كل حاجة. فكمية النجوم دي بيبقى صعب السيطرة عليها ساعات، وللأسف بيبقوا هم المتحكمين في الفريق بشكل عام، وده بيشكل ضغط كبير عليهم وعلى المدرب. فطبيعي لما كل الحاجات الغلط دي تتجمع مع بعضها تبقى النتيجة بالفشل ده. أنا خلصت. لو عجبك الفيديو قول لي رأيك في الكومنتات واعمل لايك وما تنساش سبسكرايب عشان يجيلك كل جديد. يلا سلام.